وأن رئيس الوزراء إذا وصلته الحقيقة سيتخذ إجراء ضد هذا الرجل الذي سب هذا الرجل المحترم الذي يحب هذا البلد، وقد يكون وصل لرئيس الوزراء صورة مختلفة عما قاله الأستاذ أسامة برهان. فأنا شايف إذا كان هناك فن يقدم على شاشات التلفزيون فهذا الفن هو عنوان مصر. فمصر كانت عظيمة بما قدمها هؤلاء العظماء من سيد درويش وعبد الوهاب والسنباطي وبليغ حمدي وكل هؤلاء العظماء، فكانت مصر هي الرائدة في جميع المجالات، وكان هذا الفن يؤثر حتى في السياحة، كانت الناس تيجي عشان تسمع هؤلاء العظماء. إذا كان ما يعرض على شاشات التلفزيون بهذا السوء فهو يجب أن يكون هناك اتخاذ قرار، إن هذه سمعة مصر. فإذا كان الفن الذي يقدم على شاشات التلفزيون هو أفضل ما في مصر، يجب على الدولة أن تكرم هؤلاء المبدعين الذين يرفعوا من اسم مصر عاليا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تدخل من السلطة في هذا الإعلام حتى يحددوا مسار هذا الإعلام، لأن الصدق في الإعلام يحدد مدى مشاهدة الناس لهذا الإعلام الشريف الذي يكرم كل من يستحق في هذا البلد في جميع المجالات، فيتسابق الناس ويتنافس في تقديم كل ما هو جيد وكل ما هو عظيم. وأنا أرى بإذن الله تعالى عندما يكون هناك قيادة بهذا الشكل فهو نموذج محترم، ونموذج هو المثل الأعلى لينا، لا يفكر إلا في أن يحقق لهذا البلد. هو قال كلمة قبل ما يبقى رئيس الجمهورية إن هذا الشعب لم يجد من يرفق به. هذا الرجل قوي، هذا الرجل رحيم، وستكون مصر بإذن الله تعالى في قيادته بهذا الحلم الذي نسعى جميعا أن نكون بجانبه. واتحاد النقابات المهنية أنا بحييهم على هذا